انت بتوصل صوتك لمين يا حاج؟ انا بوصل صوت الرئيس الجمهورية. بعد ما سمعنا الناس على ارض الواقع، شفنا ازاي هم بيعانوا وشفنا المعاناه والمأساة بتاعتهم، تعالوا بينا نفهم الحكايه. ايه الحكايه يا حاج؟ الحكاية زي ما قلت لك انا ان احنا جار مننا الارض دي بتنباع، اللي هي بتاعت احمد سمير الضفراوي، واحنا جيران الارض ورحنا نشتروا الارض ديت منه قدام علي العسكري، واخد بالك. قال لنا الارض اللي شاريها حسين سنوس، وقال انا المفوض عني علي العسكري. سالت علي العسكري قال انت ما ندوا فلوسنا للاحمد الضفراوي على طول؟ قال لا، انتوا ودوا الفلوس لحسين احمد الضفراوي ده اللي هو صاحب الارض. اللي هو صاحب الارض. كان عارض الارض بتاعته للبيع. اي تمام. حسين ده دوره ايه؟ حسين شاري منه. حسين اشترى من احمد الضفراوي. احنا فوجئنا ان هو شاري منه بعد. احنا ما كنا عايزين نبقى احنا مننا للحاج احمد، بصينا لقينا الحاج احمد قال الارض اللي خدتها حسين. يعني هو مفوض حسين يبيع الارض او بايع لحسين؟ لا، بايع لحسين بعقد في 2016. تمام. انا عايز افهم بقى العقد اللي هو لو هو 2016 ده راح فين؟ اللي احنا بناء جيران الارض اشترينا منه. احنا لما رحنا لحسين، كل جيران الارض راحت لحسين، اول حاجه سالنا على العقد. فين العقد؟ انت اشتريت الارض يا حسين؟ ايوه اشتريت الارض. فين العقد؟ ادانا صوره العقد. اداني صوره العقد. سالنا الحاج احمد العقد دي صحيح؟ قال ايوه صحيح. مين الحاج احمد؟ اللي هو صاحب الارض. انا بيت الارض دي فعلا لحسين سنوس. تمام. على بيعوا واشتروا مع حسين سنوس على قطعتين، قطعه 50 وقطعه 60. احنا في ال50، احنا في 60 فدان. في 60 فدان. تمام. تمام كده. وادي العقود. اشتريتوا الارض بكام يا حاج؟ وادي العقود كلها. اشتريتوا الارض بكام؟ بسعر اشترينا الارض هو حسين كان شاريها ب 285، واحنا وبدا بيعها من 300. ولو تاخر واحد التاني جه تاخر يومين او 3 ايام او اسبوع او شهر يشتري ب 350، تاخر تاني يومين او 3 يشتري ب 400. حسين اشترى لنفسه الاول خالص مخلص، وبعد كده بدا يبيع لكم انتوا قطع. ايوه واحد اغلى عن واحد، حد اسبوع واحد بيشتري اغلى، بيتاجر فيها يعني. ايوه تمام. وبعدين طلبنا احنا بالعقود. طلبنا بايه بالعقود؟ قال لا انا شويه العقود لسه ما خلصتش ثمن الارض. المهم بفوجئنا ان هم مطلعين عقد جديد اللي هو صورته اللي هو ده العقد اللي هو عملوا عقد اتفسخ في ساعه 17/10/2019. ايوه اللي هو ده. غيروا العقد اللي هو موجود معايا دي في 2016 اللي احنا شاريين عليه اهو. دي عقود الناس والعقد اللي شاري في 2016 اللي احنا شاريين عليه ودافعين عليه الفلوس. لا انا بايع العربيه جنبه ب 120,000. تمام. 2015. تمام. يعني كان معدي عليها سنه واحده بايعها ب 120,000. انا عايز افهم المشكله جت فين. انت اشتريت كده من حسين؟ ايوه. والفلاحين اشتريته من حسين؟ ايوه 60 فدان. ايوه. تمام. ايه المشكله اللي حصلت بقى؟ هم مع بعض فسخوا العقد مع بعض اللي هو حسين والضفراوي وعياله اللي هي سحر وهاله فسخوا العقد ليه؟ فسخوا العقد، عملوا عقد جديد ان العقد يتفسخ لان الارض بقت من 400,000 ل 2 مليون. في الوقت دي كانت تسوى لها 1.5 مليون ولا حاجه. طيب هم علت ما بينهم وما بين حسين بالتراضي ولا بالمحكمه؟ ردوا التانيين عايزوا يفسخوا العقد عشان ياخدوا مننا فلوس. بالتراضي ولا بالمحكمه يا حاج؟ لا بالمحكمه، ما نعلموش عنها حاجه. يعني هي البنود المسرحيه قدامكم ان هم اشتكوا بعض وفسخوا العقد في المحكمه؟ ولا فسخوا العقد حقيقي وكان في نزاع؟ لا فسخوا العقد في المحكمه. تمام. طب المحكمه دي مش مفروض ان هي تعلننا في الارض؟ دلوقتي احمد سمير الضفراوي دي بيقول الناس واخده الارض، يشكينا احنا ولا يشكي حسين؟ يشكي حسين اللي شاري منه. طيب هو حسين في الارض؟ عمل لكم انتوا طرد. انا عايز افهم حسين في الارض. طب قبل حاجه يعلننا. ما يدافع عن نفسه ولا انذار خالص معقول؟ ولا انذار ولا اي حاجه خالص. امال ازاي انت طردتوا من ولا انذار ولا اي حاجه خالص ويقولوا لنا بالحكايه ورد سواء الحاج احمد ضفراوي او سواء حسين. طيب انا عايزك بس تحكي للناس خطوط عريضه كده يفهموا منها
مضمون الكلام. انا النهارده اشتريت من حسين كفلاح او كراجل بسيط، جار الارض، اشتريت من حسين اللي هو شاري اصلا من اللي هو احمد سمير الضفراوي. ايوه. هم فسخوا العقد ما بينهم وما بين بعض. ايه اللي حصل معاكم انتوا في الفتره الثانيه بعد الفسخ بعد الفسخ؟ طلعونا من الارض وشردونا وعملوا لنا قواضي، واخد بالك؟ قواضي انتحابش القواضي. حضرتك معايا دوسيه بحاله هو قواضي. تمام. كل الناس نفذت في القواضي ديت حوالي منه. قواضي قواضي ايه؟ قواضي نصب، ان انتوا نصبتوا عليها؟ ان احنا نصبنا عليها وبلطجه، ان احنا ما لازم ان احنا محتلين الارض اللي احنا اصلا فيه. نصب حيازه وبلطجه ايوه. وزراعتنا نفسها. والله الخرشوب بتاعنا ننزله نجمعوه يثبتوا لنا ان احنا سرقين. يعني انتوا اللي زارعين الارض؟ احنا اللي زارعين الارض، خرشوف وزراعه والغله والغله كان في 60 فدان دول حوالي 40 فدان غله. جابت بوابير وحارتهم بغلتهم مسنبله. طيب يعني لو تزرع الارض بالمحصول بتاعك تنزل تجمعه، تروح تجيب الجمعيه الزراعيه وتعمل محضر وتثبت حاله ان حضرتك زرعت المحصول. الجمعيه ما تطلعش معانا، مسيطره على كل حاجه. تمام. مسيطره على كل حاجه. وانا بناشد انا سؤالي معاك ليه؟ انا بناشد الحكومه والمسؤولين كلها ان يتحروا على الكلام اللي احنا بنقوله ده. انا عايز تحقق ده مصر واخده الاولى في المخابرات. انا عايز ناس تمشي تشوف الحاجات دي. عايز توصل صوتك لمين؟ لرئيس الجمهوريه. عايز اوصل صوت الرئيس الجمهوريه والساده المسؤولين كلها. هو احنا انضحك علينا بنصب في المحكمه، بنصب المحكمه قدامها ورق بتقراه ماشي، والورق قدامها سليم، اتنين بيتحكوا مع بعض، والمشكله دول الاتنين خالص. الاتنين بيتحكسوا مع بعض. الاتنين دول اللي هم حسين اللي هو حسين وصحر. صح. الفسخ العقد ده يا حاج حصل امتى؟ قبل وفاه اللي هو الضفراوي ولا بعد؟ لا بعده. تمام. وبعدين ايه اللي تم بعد كده؟ اللي تم بعد كده طلعونا من الارض وحبسونا. في مرحله اخويا انا واخويا وابن اخويا محبوسين في جواد بلطجي واستعراض قوه اللي عمرهم ما دخلوا المركز. عمرهم في حياتهم. انا طالب ان كان اخويا ولا ابن اخويا، اخويا يبلغ من السن كام؟ 50 سنه. عمره ما دخل مركز خالص. عمره في حياته ولا عمرنا. هات احنا في المراكز اهوت، هات لنا ان احنا يعني احنا معمولين بلطجيه. انا عايز المركز يقول ان احنا وصلنا علينا قواضي كذا. كان مثلا ممكن يبقى علينا قواضي بنك مثلا، بس قواضي بتاع مباني بس. تمام. ممكن ديت واخدين منها براءات. المشكله وصلت لحد ايه يا حاج؟ المشكله وصلت لحد ايه دلوقتي؟ المشكله لما حبسوا اخويا بقى، اخويا وابن اخويا في السجن، اتصل بيا العمده شفيق وقال لي الوليه الاستاذه سحر انت معاك 4 فدادين، عايزه منك 2 مليون جنيه. 2 مليون ايه؟ فرق سعر ولا؟ لا احنا شاريينه ومخلصين الثمن على دار باريس. طب هي عايزه ليه 2 مليون؟ عايزه 2 مليون وهي ما تطلع نازل عن عشان تطلع حكم السجن ووديك عقد بال4 فدادين اللي معاه. ابتزاز. ماشي. يبقى العمده شفيق دي موجود، وهو افندي زميلها. ما هو الشينه ولا في المنطقه. هي منين صح؟ هي من 6 اكتوبر، والعمده شفيق دي من اسكندريه. افندي شارين ارض من اللي هي بتاعت العروبه، اللي هي بتاعت الافندي. تمام كده. يبقى كنت عنده الكلام ده كان يوم 3 كنت عنده. بس لقيته اخر النهار اتصل قال لي انا اتفقت مع الباشمهندسه سحر ان انت تروح تودي لها 2 مليون جنيه وتاخد عقد بارضك وتعمل تنازل لاخوك ولابن اخوك. تاخد عقد مباشر من ورثه احمد سمير الضفراوي. ايوه. وتعمل تنازل ليك ولاخوك. تمام كده. رحت لها وقالت لي لازم تودي الصبح. هو قال لي لازم تودي الصبح. طب يا استاذ انت مش جايبين لي يوم السبت على ما اكون جمعت المبلغ؟ اجيب المبلغ منين؟ إيه؟ بعت معدات عندي، حفار وكساحه وجرارات وقصبيات ومقاطير والحاجات دي النهارده تعمل لها بتاع 4 مليون جنيه.
بعتهم ب1,400,000 واللي خدهم علي العسكري اللي هو مندوب عنه. تمام. وخدته معاه وموجود جزء منهم دلوقتي. خدتهم علي العسكري اللي هو مندوب عنه. طب برضه وضعيه يا حاج، لحظه بس تزرع ولا وروح واخد بالك. وفوجئت بعد منها العقد الورق تقول لي شويه فوجئت مثلا لقيتها بتقول لي هات تعالى خد 1,800,000 تاني، وعندي رسائل بكده وعندي تسجيلات بكده. طب هي عايزه ايه؟ معاها اللي هي بعتها لي. هي عايزه ايه؟ وقالت لي تجيب علي العسكري وتجيب محسن السبح وتيجي تاخد الفلوس تاني. هي عايزه تزود سعر تمام كده. ده شراء تاني، ده اللي انا بقول لك عليه. دي شراء ايه؟ غير اللي حصل مع ابو غير اللي حصل الاولاني. تمام. دي شراء تاني. تمام كده. وبعد سنه ادتني الفلوس، قالت لي تعالى خد الفلوس، ورحت خدت على العسكري وجبنا الفلوس دي تاني. تمام كده. وقعدنا نتجاروا القواضي. يعني هي ردت لك الاول الفلوس القديمه ولا الجديده؟ الفلوس اللي ردتها لك الفلوس اللي انت كنت دافعها لحسين ولا الفلوس اللي انت وديتها لها بعد؟ لا، ده حسين واخد مني فلوس ثمن الارض اللي دار باريزي. انت كنت دافع فرق عادي بفرق الثمن من حسين ووصل الفلوس دي لحد دلوقتي. ما ردتش الفلوس اللي هي كانت عطيها لحسين. وبقيت الفلوس اللي حسين واخدها مني اللي كانت في عقدي واخدتها حسين عن طريق، وحطيت بقيت كان فاضل عليها 200,000 حطيتهم له في المحكمه. تمام. ومعايا سلبي كده وهو استلمهم. تمام. هي بعد 10 سنين يعني هي رجعت. ده الفلوس اللي في الاول. تمام. ملهاش دعوه دي، ده فلوس بقى وشراء الارض احنا اشتريناها. انما الشراء الثاني الجديد، الشراء الثاني الجديد اللي منه اللي هو اللي انا بحكي لك عليه. ورد قالت لي تعالى خد الفلوس. جيت الارض لطانه كلنا، عاملين لنا كلنا احكام. احنا 7 8 بيوت، كل بيت معاه 10 15 20 عيل. كل منجين الثلاثة أربعة الكبار أو الاثنين ثلاثة الكبار اللي مع فلان واللي مع فلان واللي مع فلان، عاملين له محاضر كلها، ومحاضر موجودة هي كلها. الناس دي كلها مهددة بالحبس، مهددة بالحبس. فتمنى نجروا عليه. هي حتى نروح لها حتى رجلي على رجل وتقول لنا تعال لازم اخد فلوس. يا العرض تسوى اكتر من المبلغ اللي هي بتطلبه، ولكن علشان هو مش حاجات تقول برضه لازم اخد فلوس، برضه لازم اخد فلوس. وضع الارض ايه؟ وحتى رجل على رجل. الارض ربنا لمنا كلنا مع بعض، واخد بالك. ورحت انا ومحمد، معايا واحد اسمه محمد الشرقاوي، ومعايا الحاج احمد مهدي الفقي، ومحسن نوفل، ومحسن السبع، واخد بالك. وقعدنا معاها. الناس دي وساطة تحاول تحل نزاع يعني. كتبت منشور كده قرأ الحاج محمد الشرقاوي، واخد بالك. وقال لها يا ستي مش ضريبه مش عارف ايه دي على البايع، ضريبه انت عايزه تشيل لنا الدنيا كلها. المهم هنا برضو تاني، لان كنا متفقين من 30,000 اتفقنا تاني على 30,000. 30,000؟ 30 مليون. 30 مليون. 30 مليون. تمام كده. دفعنا ما يقارب من 6 مليون ونص. تمام كده. ليه ما يقارب من 6 مليون ونص؟ لان كان في جزء ذهب وفلوس نقدات. دفعت الفلوس ملمومه من الناس اللي في الارض. 6 مليون ونص. الفلوس المبلغ المدفوع، فلان دفع كذا وفلان دفع كذا وفلان دفع كذا، واكثر واحد دافع فينا كلنا هو الحاج محمد الشرقاوي. تمام. لان هو كان يعتبر هو اللي معاه فلوس سايله ساعتها، واحنا رايحين نهدوا بقى نهدوا للمره الثالثه، شيله للمره الثالثه. يعني مين هدوا يا حاج؟ نهدوا اللي يبيع ذهبه، اللي يروح يجيب له قرض من البنك. انك تتصرف في املاكك يعني عشان خاطر توفر لها. انت شاري كم مره دلوقتي؟ تمام. اشتريت مرتين كده. ايوه. احنا فلاحين ايه؟ احنا الفلاح اللي عنده فدانين 3 يجيب له مثلا في السنه 100,000 ولا حاجه، بيعيش منهم هو واسرته. واحنا بنصور مع الاهالي في الارض هناك، الناس قالت ان احنا بعنا البهايم وبعنا. ما فيش. انت شفت حضرتك مش بعنا كل ما نملك على ده مش بعنا بهايم بس، ده ناس لا بهايم عندنا بالفايده، رحنا استسمحناهم وعطفوا بحالنا وقالوا بيعوا بهايم. نعرف نرجع الحاجه دي لو انت خدت ولا طب رجعها لي وانا مش عايز الارض بنفس القيمه. رجع لي الحاجه نص الحاجه دي وانا مش عايز الارض. لا، ترجع لك الفلوس بتاعتك اللي انت دفعتها الاول. يا استاذ انا في البدايه كلمتك وقلت لك انا بايع العربيه جنبه
في يوم ما كنت بشتري في الارض ديت واصحابها موجودين وعقودها موجوده مسجله للناس اللي واخداها ب 120,000. النهارده العربيه جنبه بكام؟ يبقى الفدان اللي انا شاريه ب 400 عايز كام عربيه جنبه؟ يبقى عايز كام عربيه جنبه؟ ثلاثة اهو. ثلاثه صح كده؟ مظبوط. 3 عربيات جنبه النهارده ب 6 مليون جنيه. طب انت ليه هل الفدان اللي انا شاريه دي اللي النهارده اللي هي خدته مني دي يسوى 6 مليون جنيه؟ انت ليه ما رجعتش على حسين خدت فلوس؟ ده شراء اول. شراء تاني بقى اللي هي خدت مني 1,800,000 وردتهم لي بعد سنه، دي انا بايع فيها معدات برضه بالشيء الفلاني وردتهم لي، والله ما عملت بهم حاجه ولا عاد يسوى حاجه ال1,400,000. هل لو اخدت ال1,800,000 هل لو انت خدت فلوسك تقدر تسترد الحاجه اللي حضرتك بعتها دي تاني؟ لا انا لا ما اقدرش، وانا موافق يا عم اديله نص الحاجه. الحاجات اللي انا بعتها ده اهي موجوده اديله نصها. ازاي الكلام ده يا حاج؟ ازاي الكلام اللي حاجه اللي كان جرام؟ انت حضرتك شايف الحل من وجهه نظرك ايه؟ ما هو احنا بص، في واحد قال فلان الفلاني دي انا لا هزقه في النار. قال له ليه يا ابني؟ انت ده واحد بيكلم ابنه، قال له ليه تزقه بالنار؟ انت سيبه انا اخليه هو نفسه اللي ينزل النار. انا نفسي بنزل النار، ما انا غصب عني لازم اتفاوض، غصب عني لازم ادفع. ما انا دلوقتي لو ما تفاوضتش وما دفعتش هاخد منين؟ ايه اللي انا هاخده؟ مطارد من الاحكام ومطارد من الارض ومطارد من بيوتي ومن البلطجيه. ايه موضوع البلطجيه بقى؟ البلطجيه تروح صبر الاخروخ، نزلت الارض تندبح. هم بيدعوا ان هم تبع وما تقدرش تروح تشكي، ما تعرفش توصل. هم بيدعوا ان هم تبع صبر النخلوق. ايوه ما ورينا الكرنيهات. هو بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لي انا تبع صبر الاخروخ، اقعد البلد كلها تمام. واجيب في كل شبر 100 راجل. هو مين؟ اللي هو جمال اللي عليه احكام اهو، جمال محمد حسين رضوان هو واخواته. منين جمال؟ والرجال اللي معاه منين؟ من 100 غم. 100 غمر وجاي عندنا هنا البحيره؟ جاي عندنا البحير. جاي بقى شاري ولا مالك ولا مستاجر ولا إيه؟ بالظبط؟ مالك ولا مستاجر؟ لا هي عامله له ده شوف يا استاذ ليه، شوف العجايب. هي فين المسؤولين؟ فين الناس اللي عندها عقول واكتفاء؟ فين؟ ايه الموضوع؟ ايه يعني فين؟ ده هي عملت مع حسين في شراء الارض، تمام كده؟ في جزء بيوت من الناس الغلابه اللي شاريه في الارض مبنيين، تمام كده؟ تروح تعمل ايه؟ هي تروح تشتكي جماعه، تشتكي اللي قاعد في الارض اللي مطلع نماذج 10 ونماذج 3. لا تروح تشتكي جمال اللي هي جايباه بلطجي. تروح تشتكي مين؟ جمال اللي هي جايباه بلطجي، وتاخد عليه حكم بخلال البيوت، وجايبك هو تخلي البيوت. تحايل على القانون. ده نفس النظام. بص يعني نفس ده الاول عملوا عقد ايجار وبعد كده اشتكيت. نفس نظام المره. لا بص نفس نظام الارض. ما هي في الارض اشتكت مين؟ قلت لك اشتكت حسين. طب هو حسين في الارض؟ اللي في الارض المزارعين وفي نفس النظام اشتكت الناس اللي في البيوت. هي المفروض فلان الفلاني دي انت قاعد في بيت اروح اشتكيك ولا اروح اشتكي الراجل؟ اروح اشتكي ابني ولا الراجل اللي معايا؟ الارض اشتكي اللي في الارض. لا اشتكت جمال اللي عامله له توكيل وعامله له عقد بالايجار ووضع يده في الارض. قال شوف ضحك انا مش عارف والله العظيم، انا مش عارف. ده تحايل ده. بص ده نصب، والنصب دي انا عندي 66 سنه ماشي، ما شفتش النصب دي. انا اعرف ان النصب دي اقول لواحد تعالى، او واحد بنسمعه في الجواز ونسمعه مع الناس وبنسمعه من رجالتنا بتقول النصب دي ان انا اروح مثلا الاقي مع فلان قرشين يا ابني اروح مش عارف ايه نعملوا ايه. الحكايه دي النصب، انما النصب في المحكمه دي انا عمري ما شفتها. 66 سنه. يعني مثلا دلوقتي انا اجي الوم محمود بيلقاس، اليومه ازاي؟ ما اعرفش الومه راجل قدام منه حكايه. اليوم القاضي ازاي؟ القاضي قدام منه ورق ومكتوب. انت بتوصل صوتك لمين يا حاج؟ انا بوصل صوت الرئيس الجمهوريه. انا لسه ما خلصتش كلام. اتفضل. انا ما خلصتش كلامي لسه. بعد ما رد ال1,800,000 اللي انا مسافه الليل بعت بيهم معدات رخيصه، تمام كده؟ بعد سنه جابت لي ردت لي الفلوس قدام الناس دي. يبقى انا مضطر للتفاوض، غصب عني لازم اتفاوض. انا ما اقدرش اجي بعيد. الحكومه مطرداني ومطرده عيالي، وكل يوم مكسره البيت عليا، تمام كده؟
ومطارده الناس اللي في الارض لان عليهم احكام واحنا علينا احكام فعلا. هي مطاردة عشان الاحكام ولا ضغط عليك لا المطارده عشان الاحكام اللي علينا. يعني مفيش ضغط. لا مفيش ضغط. تمام. مفيش ضغط علينا من الحكومه. انا راجل عليا حكم، من حق ان الحكومه تيجي تاخد. تمام. صح الكلام ده ولا لا؟ مظبوط. وما جاتش خديجه تبقى مقصره الحكومه. تمام. تمام كده. بتيجي الحكومه تاخد بالروح من انحبس، يبقى انا مضطرور غصب عن حبيت عينيا لازم اروح اتفاوض معاه. لما هلم لها فلان من الحته الفلانيه من المحافظه الفلانيه. لما جبت سعيد الحفيان من مطروح. من مطروح علشان يحل ودي. علشان يحل ودي مع الطرف بتاعها اللي هو حسين. ماشي. وجبت العمده وقعدنا معاه عنده في محضر تحكيم بكده، وانا ماضي عليه وحسين ماضي عليه بان احنا ندفعه مبلغ كذا. عنده العمده مسعود ابو بسيس في برج العرب. تمام كده. وقعدت في وجبت الحاج محسن نوفل من كفر الشيخ. تمام كده. اللي هو صاحب مصانع العلف والزيوت. تمام كده. وجبت واحد ما اسمه محسن السد. وكل ما اسمع كل الناس دي اتدخلت. كل الناس اتدخلت. ايوه. وكلمت العمده شفيق ازاي يا عمده شفيق الفلوس ترد؟ قال لي انا اعمل ايه في الوليه؟ ليه مش الوليه بتغير كلام. انا عايز اعرف هي ليه مش هتحل؟ ما احنا بنحله، هي بتحل معانا. حلت معانا اكثر من 7 8 مرات. ما انت هي استنى، هي خدت مننا فلوس كم مره كده؟ كده مرتين. شوف حسين مره بثمن الارض كامل، وهي كده مره. تمام. وهي كده ايه؟ مرتين. لسه مره انا ما جاتلكش في المره الثانيه. تمام. يبقى انا مضغوط عليا، لازم نخلص مضطر لازم اقعد معاه. تهرب مني من هنا لازم اروح لها واتفاوض معاه وابعت لها الناس واتفاوض معاه. قعدت انا معاها انا ومحمد كفر الشيخ واحمد مهدي والناس اللي انا قلت لك عليهم سابق قبل كده، واتفقنا معاه. واخد بالك؟ على 30 مليون. كانت عايزه تحسب علينا ضرائب البيع وما البيع والكلام ده كلته. والحاج محمد الشرقاوي قال لها البند ده باطل والبند ده باطل والبند ده باطل. واصلا كل الكلام كل اللي هي قايلاه باطل. ماشي. بس احنا غصب عننا لازم نوافق. المهم وافقنا. واخد بالك؟ واديناها 6 مليون 5 مليون 688 الف بالظبط كده. تمام كده. تمام. وبس انا لقينا بعد اسبوع 10 ايام متفقين ان في 5 مليون تانيين هيروحوا بعد اسبوع. وما خدتوش في 5 مليون. لا ممنوع تاخد ورقه، ممنوع تاخد اي حاجه. واخد بالك؟ والفلوس اللي بتحولها في البنك دي نصها من البنك ونصها سيوله. كاتبه التحويلات بتاعت البنك اعمال تجاريه. تمام. وانا معايا الصور هي بتاعت التحويلات اللي احنا محولينها لشركه نوفل، وشركه نوفل محولها لها. تمام كده. تمام. يبقى تاني اسبوع بس انا لقيناها متصله بينا وقال لنا لا ده احنا عايزه 35. انا مش هنفذ على 30، انا عايزه 35. اختلفتوا على 5 مليون. ايوه عايزه 35 تاني. واخد بالك؟ يبقى وقفت. ما ده احنا بنشحته. واخد بالك؟ للشراء الثالث بنشحته. واخد بالك؟ بس انا لقيناها واقفه وبتقول لا انا عايز ايه؟ انا عايزه 35 مليون. وقفنا عن اللم. الناس وقفت عن اللم. وكل يوم البلطجيه هددوا فينا، وكل يوم جايبه لنا ازالات. واخد بالك؟ والارض كانت بايره. يقول لك تيجي نازله فيها بالجرارات. تمام كده. وعايزه تجرنا تاني علشان عايزه تاني تجمعنا وتعمل لنا مشكله ومحاضر زي اللي اتعملت قبل كده. رؤيه حضرتك الموضوع ده يتحل ازاي؟ رؤيه حضرتك انت شايفه يتحل ازاي؟ هو احنا في دوله ولا خارج دوله؟ احنا في دوله قانون. في دوله قانون. انا بوجه صوتي للسيد رئيس الجمهوريه السيد عبد الفتاح السيسي. بوجه سؤال نداء للسيد وزير الداخليه. بس بوجه استغاثتي للسيد مدير الامن. بس بوجه رسالتي للسيد ضابط مباحث كفر الدوار.
انظروا لنا انظروا لنا واعملوا الحقيقه، بينوا الحقيقه، استكبروا عن الحقيقه، وشوفوا الكلام ده اذا كان باطل قولوا لنا باطل، واذا كان حق قولوا لنا حق. واحنا من خلال منبر صوت الحق بنناشد الساده المسؤولين والسلطات المعنيه، انزلوا واسمعوا الناس على ارض الواقع واحكموا انتم بنفسكم.